دلوقتي تقدري تعملي الفول في البيت وتشيليه في الفريزر، ينفعك لو انتي مثلا في مصيف او لو انتي بتفطري بيه كل يوم متعوده عليه، هيوفر معاكي جدا. تابعي معايا الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. دلوقتي احنا هنجيب كيلو فول تدميس من عند العطار وننقيه وننقعه طول الليل في ميه. ما تستغربيش من يعني الوقت اللي انت هتنقعي فيه، لا بالعكس ده هيظبط الدنيا معايا جدا. هنا بقى كنت نقعت الفول ونقعت كمان معاه كوبايه عدس اصفر وكوبايه حمص. تقدري تستغني عن كوبايه الحمص، بس انا هقول لكم انا ليه حطيتها. لكن انت لو عملتيه بفول تدميس وعدس بس هيبقى في منتهى الروعه واحلى كمان من اللي فيه حمص. بس انا هقولك ايه هما السببين بتوعي. قبل ما اقولك ابدا، بس ان انا احط الفول والعدس والحمص اللي انا نقعهم من بالليل واغطيهم بميه مغليه، واحط كمان عليهم ربع كوبايه فول تدميس برضو كنت نقعاه. لما عملت الطعميه خدت من الفول بتاعها شويه. اول ما يغلي معايا كده احط الميه المغليه واسيبه شويه يغلي، ابدا اشيل بقى الريمه اللي على الوش دي، وبعد كده اغطي عليها لان هو كده خلاص خد غلوتين حلوين. اغطي ولو انا الحله بتاعتي مش محكمه الغلق احط حاجه تقيله فوقيها. او هنا بقى كان خلاص خد غلوتين. هنا انا عندي حله يعني تقيله، فبحطيتها فوق الفول علشان تكتم الغطا شويه. عايزه اقولك استوى في وقت سريع جدا، يعني 3 ساعات وكان خلصان. اولا علشان مكتوم، ثانيا لما بيتشرب الميه بتاعته بزود له ميه مغليه. ما ينفعش ازود ميه ساقعه من الحنفيه، لا لازم تبقى مغليه عشان يكمل السوا بتاعه. وبرده ارجع احط الحاجه التقيله فوق الحله. هنا ما شاء الله كان خلص معايا. هسيبه بقى يبرد وبعدين ابدا اضربه فوق. انا بضربه انا في الخلاط بصراحه. اول سبب ان انا ليه حطيته الحمص ان انا يعني باكل الفول مطحون، فما بيفرقش معايا وجود الحمص في الفول. السبب التاني بيزود له قيمه غذائيه. انتي مش حباه خلاص ما تحطيهوش براحتك، دي حاجه ترجعلك وهيبقى احلى من ده كمان. بس صدقيني ده جميل جدا. طبعا الحاجه معموله في البيت، معروف يعني معروف النظافه بتاعتها والجوده بتاعتها ايه. انا مش محتاجه اتكلم في الموضوع ده، وبرده بتوفر معاكي. انا كده الفيديو بتاعي خلص، يا رب اكون فدتك. انا عبيت الفول وهشيله في الفريزر، عامل معايا كميه كبيره. ما تنسينيش في المتابعه والاعجاب، واشوفك على الفيسبوك تشوفي كل فيديوهاتي، ومستنيه تعليقك.